معلش بس انا محتاج تركز معايا قوي في الفيديو ده بجد، عشان انا متاكد ان هو ان شاء الله لو انت اتفرجت عليه كده بمزاج رايق وفعلا فكرت في اللي انا بقوله هتلاقي فعلا الموضوع هيفيدك جدا، وان شاء الله يمكن يعني مش عايز اكبر الموضوع بس يمكن يغير حياتك يعني. فتعالوا نتكلم ان احنا ليه مخك او مخك او مخي، ليه مخنا عامه بقى بايظ خالص وفي الحديد ومش عارفين نعمل اي حاجه، ودايما بقى حاسين بالذنب، او الاوحش ان انت ما تكونش اصلا حاسس بالذنب، وان الحياه بتعدي كده وانت هي بحس ان هي بتجري منك، مش عايز اقول بتضيع، وانت قشطه عادي مش في دماغك اصلا وحاسس ان هو ده الطبيعي وكده. فتعالوا نتكلم عن الموضوع ده. انا عملت كده زي برزنتيشن وعامل يعني سكرين شير بقى والكلام ده، فتعالوا يعني تعالوا نروح نبص على الموضوع ده. ماشي، اول حاجه ليه مخك بايظ؟ اول حاجه انا عايز اشوف ان هو، بحس ان هو لو دخلت جوه دماغ معتز او جوه دماغك او جوه دماغك هتلاقي ان هو حاجات كتير قوي متلخبطه، وانا حاسس ان ناس كتير قوي المفروض هتريليت معايا في الحته دي، ان هو عايزين يعملوا حاجات كتير بس في دوشه كبيره قوي في دماغهم، اللي هو لا انا عايز اعمل هنا وعايز اعمل هنا وعايز اعمل حاجه هنا، طب ايه اعمل حاجه هنا وبتاع، مش منظمه. يعني ممكن يكون حد يقول لك لا انا حاسس ان انا هبقى ناجح واكسر الدنيا مش عارف ايه، بس انا بس دماغي ايه متلخبطه كده وعايز زي ورقه وقلم واكتب افكاري وكل الكلام ده. وحد يكون متشتت في كذا حاجه. انا كنت زمان متشتت، بحب امثل ومش عارف بحب الماركتينج وكل الكلام ده، فحاسس ان انا متشتت خالص في كل حاجه. فانا دماغ معظمنا كده، معظمنا بقى، معظم الناس مش معظم بقى المصريين كده، معظم الناس عامه هتلاقي دماغهم لا متشتتين قوي وعندهم حاجات كتير ولخبطه كتير قوي، دوشه قوي في دماغهم. فازاي يقللوا الدوشه دي؟ انا من وجهه نظري كده عملت 8 حاجات بحس ان هي دي اساس اي حاجه انت عايز تعمل اي حاجه في حياتك وتنجح، فانت لازم تمشي ورا الثمان خطوات دي من وجهه نظري. بس انا عايزك تكمل الفيديو وتقول لي برضو وجهه نظرك، انت شايف ان الموضوع ده صح؟ ولو حابب تقاد حاجه تزود حاجه ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات، وده موضوع للنقاش. انا مش جاي انظر عليك ولا اقول لك حاجه ولا انا حياتي ملياردير ولا مليونير وكل الكلام ده، بس انا بقول، حاسس ان انا بقول ان هو كلام يعني فعلا صح، فعلا صح، بس مش عارف احنا ليه مش بنمشي بيه. فاول حاجه بالنسبه لي قوي النوم. انا بحب قوي انام 8 ساعات في اليوم، وبحب قوي انام من 9 او 10 واصحى الساعه 5 6 الصبح، وساعات بقى ممكن انام 8 واصحى الساعه 3، بس بحب قوي انام في الفتره دي. يعني يوم اما اللي هو النوم اتلخبط ولاقي نفسي سهرت فصحيت الساعه مش عارف 12 الظهر، اصحى مصدع وتعبان ومش عارف ايه. وكمان في اليوم فكر كده فيها، اليوم اللي انت مش هتكون نايم فيه، مثلا عندك امتحان او عندك شغل ومطبق او نايم ساعتين بس، يومك اول ما بتصحى اصلا بتكون مقريف ومخنوق وما بتعرفش تنجز اي حاجه في نومك في يومك كله، وبتقعد تقول ايه خلاص انا هبدا من بكره، بس ايه هنام النهارده كويس وابدا من بكره، وتلاقي نفسك بقى نمت 12 ساعه مثلا، ولا في ناس بتنام 14 ساعه وكل الكلام ده. فاللي هو العلم متعارف عليه انت بتنام من 7 ل 8 ساعات، نامهم بالليل، ده كلام ربنا، اللي هو الليل ده عملناه للنوم من بعد العشاء لحد الفجر. يعني ده مش حاجه للمسلمين بس النوم اثبت فعاليته. ان انت اي حاجه بتعملها، بتذاكر اي حاجه، مثلا كنت بذاكر اسباني فكنت مهتم برضو بحته النوم، او بحته بقى ان انا اكل حاجات اللي فيها دهون فاتس وكده، اللي هي لوز والكلام ده، عشان فعلا حته الروابط العصبيه. واللي انت بتتعلم حاجه بتمبلمنتها بقى، بتدخلها خلاص عقلك اللاواعي. اما بتيجي تنام، اما بتروح الجيم وبترفع حديد، العضله مش بتتكسر ولا انت بتعمل عضل غير اما تنام كويس وتاكل كويس. فالنوم ده من الحاجات، وفكر فيها وجربها. جرب في يوم ما تنامش او نام ساعتين بس، واصحى روح الشغل او روح الجامعه او روح ايا كان، وشوف يومك هيبقى عامل ازاي. وجرب في يوم تاني تنام الساعه 10 وتصحى الساعه 6 الصبح، شوف يومك هيبقى عامل ازاي. وساعتها ان شاء الله تبقى هي دي القاعده. اكيد القاعده هتتكسر وتلاقي نفسك بقى في يوم ما نمتش كويس، في يوم مش عارف ايه وبتاع، بس ان جنرال 80 90% انت بتنام بالليل 8 ساعات بس كده. ده اول حاجه بالنسبه لي النوم. تاني حاجه الناس اللي حواليك، البيئه المحيطه حواليك، وبالاخص طبعا اصدقائك. لو انت في الجامعه احب انصحك نصيحه حلوه قوي، ان مش كل الناس اللي حواليك دول في الجامعه هيكملوا معاك، ومش كل الناس دي زي ما انت تقول عليهم دلوقتي اخواتي واصحابي، مش كلهم هيكملوا معاك. وهتلاقي نفسك اللي هو خلاص ما بقيتوش تسالوا على بعض، ظروف الحياه اللي هو انت بس كنت في الظرف ده، فانت كنت مضطر تصاحبهم او هم مضطرين يصاحبوك عشان انتوا كنتوا في الظرف ده، سواء بقى بروجكت في الجامعه او اكتيفيتي او ايا كان.
بس مش كلهم هيكملوا معاك، وكل الناس اللي انت شايفهم اخواتي. انا كنت زمان بسهر قوي كتير قوي معاهم 3 4 الفجر، وارجع بابايا يتخانق معايا ويطردني من البيت ويقول لي روح مع الصيع ومش عارف ايه وبتاع. اقعد اقول لا دول ايه ده، دول صحابي، دول اخواتي، هنكمل مع بعض واشوفهم كل يوم على القهوه وننزل ونعمل، واحس ان هم دول اللي هكمل معاهم. للاسف يعني ممكن تلاقي واحد او اتنين هم بس اللي مكملين معاك ما بعد الجامعه، مش عشان هم وحشين ولا انت وحش ولا كان، بس الظروف خلاص الظروف اللي انت كنت فيها اتشالت، فكل واحد رجع لحياته الطبيعيه او شغل بقى والحياه خدت وكل الكلام ده. فالبيئه المحيطه حواليك مهمه جدا، بالاخص الناس السلبيين في حياتك. الناس في نوعين من الناس، نوع ان هو السلبي ونوع اللي هو الايجابي اللي هو بيبص نص كوبايه مليان. السلبي ده هتلاقيه دايما بيشتكي من كل حاجه، من البلد، من العيله، من الفلوس، من الاهلي، من الزمالك، من اي حاجه، يقعد بيشتكي من اي حاجه. الناحيه الثانيه اللي هو الشخص الايجابي ده صعب قوي تلاقيه عامه. يعني ده صعب اللي انت تلاقي حد ايجابي دلوقتي لما بيكون في مشكله بيعرف يقول لك ان الحاجه الحلوه اللي في المشكله دي ايه، بيبص النص كوبايه مليان. فانت حاول تحاوط نفسك ما بين الناس دي، الناس اللي هو لا مش بنقعد على القهوه بين 8 9 ساعات في اليوم، او بنقعد على الموبايل ماسكين الموبايل بالاربع 5 ساعات ونقعد نلعب مش عارف موبايل ليجندز ونقعد نلعب العاب. لا انا عايزك تحاوط نفسك بناس بتفكر في قدام، بتفكر ان هو تقعدوا قاعده مثمره، يعني بتطلع ثمار اللي هو عايزين نعمل نشتغل مع بعض، عايزين نعمل بيزنس ازاي، مش عارف تجمع مع اصحابك اللي هو انا عايز اتعلم الماني، في واحد يقول لك ايه ده انا كمان، فتقعدوا تشجعوا بعض. عايز تتعلم مش عارف ديجيتال ماركتنج، عايز اتعلم برمجه، عايز اتعلم، عايز اعمل، يشجعوك. مش تقول لهم حاجه يقعد يقول لك يا عم تعمل ايه بس، ده النت بيقطع في مصر، ده النور بيقطع في مصر. الناس دي هم دول الناس توكسيك بجد. ممكن ما يكونش يعني غصب عنهم ان هم بيعملوا كده، ممكن يكون هم عقليتهم كده، ما اعرفش ربنا زرعها فيهم لا، بس انا برضو متاكد ان هم بقوا كده عشان البيئه اللي حواليهم كانت كده فبقوا كده، فبيحاولوا ان هم كمان يخلي البيئه اللي حواليهم كلها كده. مفيش حد اللي هو هينجح، واللي هينجح ده هيبقى فلته، واللي هينجح هيبقى فلته ده هتلاقيه دايما مش بيسمع كلام الناس اللي حواليه. هتقولي طب يا معتز ممكن الاقي الناس دي فين؟ ده جروب اسمه حلمك ممكن، ده انا عملته بيسد على ان انا شايفه ان هو ما بقاش في ناس كتير قوي ايجابيه دلوقتي، وممكن ناس كتير ما يكونش عندها اصحاب وحواليهم صحاب وايا كان. فجروب حلمك ممكن ده هو دلوقتي عليه 87 مشترك يعني. الجروب ده هدفه ان احنا ان شاء الله بعد كده لما يكون عندنا 1000 مشترك يكون في انتراكشنز كتير يعني وكده. ايه هنبتدي بقى نطلع لايف، نشير الحاجات اللي احنا بنتعلمها، حد ينزل بوست يقول يا جماعه انا هبتدي اتعلم جرافيك ديزاين، مين عايز يتعلمه؟ فاثنين ثلاثه كده ياخدوا بعض ويروحوا يتعلموه ويقعدوا يشجعوا بعض. نفس الكلام في اي حاجه نفسهم يتعلموها، اللي هو جروب للناس اللي هي عندهم جروث مايند سيت، اللي هم العقليه ان هم جايين الدنيا دي نعبد ربنا ونعمل حاجه، يعني نسيب بصمه. انا عارف ان الكلام ده انت زهقت منه، اللي هو نسيب بصمه ايه يا عم، الحياه بسيطه ومش عارف النجاح مش عارف مش فلوس وكل الكلام ده، بس يعني بليف ات اور نوت، يعني ان هو ايه النجاح؟ انت تعمل حاجه اثر معين في حد بتفيده، بتسيب قيمه. مش شرط تاخد فلوس، بس لو خدت فلوس هتبقى حاجه كويسه يعني. فاللي هو عشان الفلوس دي هي اللي بتعيشنا، الفلوس وسيله كويسه ان هي تعيشك حياه حلوه يعني. فهو ده جروب حلمك ممكن، ان هو ناس اللي هم عايزين يبقوا يغيروا من نفسهم ويغيروا حياتهم، مؤمنين فعلا ان هم عندهم حلم، مؤمنين ان هو فعلا الحلم ده حتى ان كان ايه ممكن يعملوه، عشان هو مفيش حاجه في الدنيا دي ما نقدرش نعملها صدقوني والله. واي حد عمل حاجه احنا كمان نقدر نعملها، بس بالخطوات اللي احنا هنتكلم فيها دي. طبعا حد يجي يقول لي انت ما عملتش ليه، فهقول لك يعني ان شاء الله نبقى نعمل، يعني ايا كانت دماغك كده بقى فيها مشكله. ماشي، تالت حاجه بعد البيئه المحيطه وبعد النوم، الهدف. انت دلوقتي دماغك مليانه قوي، عندك 400 حاجه نفسك تعملها وعايز تعملها وعايز تجربها. عايزك تجيب ورقه وقلم تكتب 5 حاجات او 3 حاجات انت ممكن تعملهم او ممكن تشتغلها ببلاش، او موضوع تقدر تتكلم فيه بالساعتين من غير ما تمل، وتكون متحمس قوي انت بتتكلم في الموضوع ده وعايز تقول رايك وتشارك ومش عارف ايه وبتاع. او شغلانه نفسك تشتغلها وتقدر تشتغلها في حياتك، لو الفلوس مش حاجه تقدر تشتغلها ببلاش. فانت من 3 5 حاجات دول هتلاقي نفسك اللي انت لا انا عايز ابقى صاحب شركه سوفت وير واعمل ابلكيشن يكسر الدنيا، ادي واحده. انا عايز ابقى بتكلم 8 لغات، ادي 2. واحد يقول انا عايز ابقى احسن مبرمج في مصر او من التوب 1% اللي في العالم كله، ادي 3 حاجات. 3 حاجات دول تاخدهم
عاده تحطهم هدف قدامك ان الهدف ده هيتنفذ في خلال 5 سنين اللي جايين ان شاء الله، سواء بقى انت عندك كام سنه، اللي انت تبقى بس يكون هدف يعني هدف مش سامي، اللي هو توب 1%، اللي هي حاجه اصلا جامده موت ومش سهله جدا ان انت تعملها يعني. او تعلم 7 8 لغات، فدي برضه مش سهله، ف5 سنين كلونج جول يعني كويس قوي. فدي هتحطها على ورقه. بس انت عندك دلوقتي 3 حاجات، انا عايزك تركز على حاجه او حاجتين بالكتير. فشوف من ال3 حاجات او ال5 حاجات اللي انت طلعتهم دول، فلترهم بقى تاني بيزد على البريورتيز بتاعتك، اللي هو لا دي اولويه، لا دي الثانيه دي اولويه، الثالثه اوريه. وممكن حاجه كمان تعملها لو انت نفسك تبقى من توب 1% مثلا في اللي هم بتوع البرمجه في العالم. فبس انت لسه اصلا مش دخلتش عالم البرمجه ده، جرب تخش عالم البرمجه لمده شهر شهرين 3، تشوف كده انتروداكشن للبروجرامينج عامه والكودينج والفاندمنتالز اوف كمبيوتر ساينس يعني، وشوف هل ده فعلا مناسب ليك، هل انت حابب تتعلم في الموضوع ده، حابب تعرف اكتر. لو حابب ولقيت نفسك اللي هو لا ايه ده انا متحمس قوي وانا بذاكر وانا النهارده عايز اروح اكمل مذاكره ومش عارف بتاع، يبقى هو ده مجالك اللي انت حابه في الفتره الزمنيه دي، وروح جوه هيد وتعلمه. هو ده هدفك خلال 5 سنين اللي جايين، ده هدفك اللي انت هتعمله. بعد كده عندنا معادله النجاح. انت دلوقتي حطيت هدفك اكس، ده انت دلوقتي، والواي ده اللي هو الحاجات اللي انت بتعملها. انت دلوقتي اكس دي انت في ليفل 1، فانت الجول بتاعك اللي هو علامه الاستفهام ده اللي هو انت توصل لليفل 100. الواي دي بقى اللي هي ايه الخطوات والحاجات اللي انت هتعملها عشان توصلك لليفل 100 ده. انت دلوقتي في ليفل 1 او في ليفل 5 لسه مبتدئ مثلا، وعايز توصل لليفل 100. فكك من الشغل بتاع اليوتيوب اللي هو يقعد يقول لك اسهل طريقه واسرع طريقه ومش عارف ايه، فكك من كل الكلام ده. لو انت نطيت من ليفل 1 او ليفل 5 لليفل 100 على طول، مع اول مطب هتقع. فانت لازم تاخدها واحده واحده عشان ما تبقاش سطحي، تبقى فعلا متعلم حاجه بكفاءه، تبقى من توب 1% من الناس اللي بيعملوا حاجه في العالم ده كله. فاكس اللي هو انت ليفل 1 زائد الواي الحاجات الافعال الاكشنز اللي انت بتاخدها في حياتك اليوميه اللي هتوصلك للجول بتاعك. على سبيل المثال انا دلوقتي عايز اخس، فانا دلوقتي 100 كيلو مثلا، فعايز اوصل ل 80 كيلو، ده هدفي في خلال ال6 شهور اللي جايين مثلا 20 كيلو. فده انا هنا 100 وعايز اوصل ل 80. الواي دي الافعال بقى. فهل انا لما اجي افتح الثلاجه بالليل واشوف قدامي علبه البسبوسه، ولا مش عارف اعدي من محل بلبن، ولا مش عارف اعدي من محل ايه، هل لو انا خدت الاكشن ورحت كلت الحته اللي في الشوكولاته اللي في الثلاجه دي، او جبت من كشري من بلبن ولا اي حلويات من بلبن او اي حلويات عامه، او كلت جانك فود، الحاجه الاكشن اللي انا هعمله ده هيقربني من الجول بتاعي ولا هيبعدني عنه؟ هيبعدني عنه فمش هعمله. لكن لو هيقربني، لو انا مثلا هدفي اللي انا اعمل كده، وان انا المفروض الواي اللي انا اعمل كل يوم اللي انا اروح الجيم ارفع حديد والعب كارديو عشان اوصل للهدف ده، فساعتها الهدف ده هيوصلني. فاهم حاجه في الحته دي اللي انت الاكشنز اللي انت بتعملها تكون كوميتد ليها، عندك كوميتمنت اللي انت بتعملها، التزام اللي انت بتعملها. وده هياخدنا للحته الخامسه اللي هي مبوظه الناس كلها، وانا عملت فيديو عن الموضوع ده عن التيك توك بالذات، بس انا دلوقتي هنتكلم على السوشيال ميديا. مين فينا ما بيقعدش على السوشيال ميديا بس ساعتين 3، وفي ناس اكتر في اليوم؟ مين فينا هيقعد يقول لا انا بقعد مثلا نص ساعه بس على الفيسبوك او على الانستجرام، لكن بقعد 4 ساعات او 5 ساعات على اليوتيوب بقعد اتفرج على فيديوهات ازاي اتعلم كذا، لكن مش بتعلم كده. فده هنخش هيكون ضمنهم انستجرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده يعتبر من انت لو انت مثلا دلوقتي المفروض تقوم تذاكر حاجه او تعمل حاجه، بس انت بتتفرج على الفيديو بتاعي على اساس ان انت كده بتعمل حاجه مفيده. انت بتعمل حاجه مفيده افيد من كل الحاجات التانيه دي، بس في نفس الوقت انت مش بتعمل حاجه. يعني انت مش ماسك ورقه وقلم بقى وبتذاكر، او مش فاتح الكمبيوتر وبتكتب كود دلوقتي والراجل اللي بيديك الكورس. انا مش بقول لك ان انا وحش او حلو او ايا كان يعني، بس انا بكلمك في كده. نصيحتي ليك والله العظيم ان انت تجرب تمسح السوشيال ميديا دي لمده اسبوع واحد. يعني جرب كده اسبوع واحد، هتلاقي اول يوم يومين نفسك لو لا بتمسك الموبايل ايدك رايحه على الحته اللي كان فيها الفيسبوك او الحته اللي كان فيها التيك توك اللي انت عمال تسكرول فيه وخلاص. اول يوم يومين بعد كده هتلاقي نفسك ما قدامكش حاجه تانية تعملها، مفيش حاجه تانية تعملها غير اللي انت تشوف هدفك اللي انت حاطه ده وتقعد تذاكر له. بيقول لك عملوا تجربه ان هم جابوا حد اوضه فاضيه خالص،
وحطوا فيها كتاب لشخص، الاوضه دي فاضيه خالص، ودخلوه وقعدوا فيها اسبوع، ولا مش فاكر قعدوا فيها يومين ولا ايا كان. الراجل قعد في الاول زهقان، قاعد عمال يتمشى يعمل، طب اعمل ايه، زهقان، ينام يصحى مش عارف، مفيش اي حاجه يعملها، مفيش اي وسيله ترفيهيه، كله ممنوع عنه. فقدامه حل واحد دلوقتي بس، ان هو عشان يسلي نفسه ان هو يقرا الكتاب ده. فانت لو شلت كل المشتتات بتاعت السوشيال ميديا دي والموبايل من حواليك، وبقى قدامك بس الكورس اللي انت المفروض تاخده، او الكتاب اللي انت المفروض تقراه، او الجول عامه والاكشنز اللي انت حاططها المفروض تنفذها، فانت خلاص عقلك يقول لك خلاص امرنا لله تعالى نذاكر. دي الاوبتيمال جول بقى، يعني ده حاجه جامده موت ان انت توصل لها. وهتلاقي نفسك بعد اسبوع لما بجرب الموضوع ده بفتح الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه ساعتين ثلاثه وبزهق منها تاني وبقفل الموبايل، وما بقتش احط ايدي دايما على الموبايل، لحد برضو اسبوع اسبوعين هلاقي نفسي حطيت ايدي تاني، هروح اعمل التجربه دي تاني. اما الاقي نفسي ان انا لا بقت توسع مني، فاروح بقول لك ايه، اتكل على الله، عشان مستقبلي اهم من الهبل اللي انا بشوفه ده. وده برضو هياخدنا للنقطه اللي بعد كده، حاجه اسمها جاربج ان جاربج اوت، يعني الزباله اللي انت بتدخلها من هنا، انا اسف، بتدخلها جوه بتطلع تاني. ماشي، انت دلوقتي عمال حياتك متدمره، بتتفرج على افلام اباحيه، وبتتفرج على مش عارف افلام ومسلسلات، وبتقعد على القهوه مش عارف تقعد تلعب موبايل، العاب ايه على الموبايل، وتقعدوا تلعبوا على الضمنه ايه، وكل الكلام ده، ومش عارف تتكلم في النميمه وتتكلم عن مين، وشوف مين عمل ايه، واهلي عمل ايه، والزمالك عمل ايه، وليلى علوي وشوف الفستان بتاعه، كل الكلام ده انت جاربج ان عمال تدخل. مستني ايه؟ يعني انت مستني ايه في مستقبلك؟ ان انت ما فيش اي حاجه بتعملها بتفيدك انت. يعني انت فاكر انت لما تتكلم عن ليلى علوي وتقعدوا تخشوا في نقاشات ان مش عارف ازاي الفيلم ده حلو والفيلم ده وحش، او المسلسل ده حلو والمسلسل ده وحش، او لا يا عم وربنا انا اللي كسبت الجيم ده، وشفت اللايف بتاع مش عارف مين امبارح على التيك توك والكلام ده كله، انت مستني ايه؟ فعلا والله يعني انت جاربج ان، حاجات اللي انت بتدخلها جاربج اوت. مش شيل جاربج، مش لازم، يعني مش لازم اقول لك زباله يعني كلمه زباله، بس الانبوتس بتساوي الاوتبوتس عامه. انت دخلت دلوقتي في حياتك كورس مثلا بتاخده، بعد 3 شهور هتلاقي نفسك اللي هو ايه، بقيت تتكلم عن الكورس ده، وبتروح تقول لاصحابك عن الكورس ده، عن الموضوع ده، وبقيت اصلا انت اما تلاقي نفسك حياتك بتتغير، هتلاقي نفسك قرفان، او مش قرفان، مش عايز اقول قرفان يعني، بس لو انت مش عايز تقعد مع الناس اللي انت كنت بتقعد معاهم زمان. يعني كنت برضو شفت سمعت بودكاست الامير منير، الشيخ امير منير، كان بيتكلم ان هو كان حياته بقى ما قبل الهدايه والكلام ده. انا مش شيخ برضه يعني، دي دينا مربيه عادي يعني. المهم يعني كان بيتكلم ان هو ايه، اما حياته اتغيرت وهيبتدي يصلي ويعمل مش عارف بتاع، ما بقاش يحب اصلا يقعد مع اصحابه اللي هم اصحابه ان هم ما بيصلوش وكده، ما بقاش يحب عشان هي دي مش قعدته. يعني ما بقتش قعدته، ان هو قعده الشتايم وقعده مش عارف النميمه والكلام ده كله. فانت اما تلاقي نفسك انت كمان ابتديت تغير حياتك من اول اسبوعين ثلاثه، وتقعد تقرا وتاخد كورسات، وتلاقي نفسك فعلا راسم طريق لمستقبلك، هتلاقي نفسك انت اصلا لوحدك بتفلتر اي حاجه تخش جوه دماغك. بس انت المفروض تاخد الخطوه، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك بعد الفيديو ده تاخد الخطوه. ده كريستيانو رونالدو. انا يعني عادي، انا مش بحب الكوره ولا ايا كان، بس كنت لسه شايف له فيديو بيقول ان هو مش بيحب يروح الجيم. مفيش حد في العالم بيحب يروح الجيم كل يوم وياكل الاكل ده كل يوم، بس هو لازم يعمل كده، عشان لو ما عملش كده الموضوع كان هيبقى سهل. يعني كريستيانو رونالدو انا اعرف ان هو مثلا، اللي انا اعرف انه ميسي موهوب، مولود عنده موهبه، وكريستيانو رونالدو هارد وركر جدا، اللي هو اشتغل على نفسه. الاثنين من احسن لاعبي العالم. كريستيانو رونالدو عنده الايدج بقى ان هو لا ده انا اشتغلت على نفسي، وميسي عنده الايدج تاني ان هو اتولد كده واشتغل على نفسه، بس كريستيانو رونالدو اشتغل على نفسه اكتر، اللي هو لا ده ما كانش عنده الموهبه وكل الكلام ده. فان انت تشتغل تكون هارد وركر احسن بكتير ان انت يكون عندك موهبه. الموهبه مثلا 10% من ناس موهوبين بس مش بيشتغلوا على نفسهم، زي ما بنقول اللي هي بيتلالوا يعني، فمش هيطلعوا حاجه. لكن لو حد بيشتغل على نفسه كتير قوي 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 وعنده موهبه بس بنسبه صغيره، هيطلع ساعتها حاجه. فانا عايزك تكون من الناس دي، ودايما فكر فيها ان هي لو كانت سهله كان كل الناس عملتها. انت دلوقتي نفسك تبقى من زي ما قلنا التوب 1% في ايا كان المجال اللي انت فيه، لازم تشتغل على نفسك. عشان لو ما اشتغلتش على نفسك في الحاجه دي، او ذاكرت واجتهدت في الحته دي وعملت مجهود 200%، عمرك ما هتبقى من توب 10 اصلا. لو انت فضلت قاعد كده بس عايش الوهم اللي هو لا انا بعمل وهعمل وكل الكلام ده، مش توصل. لازم تعمل، عشان لو كانت سهله كان كل الناس
عملتها. بعد كده عايزك توفر طاقتك. الموضوع ده انا عايز اتكلم فيه في حته بالذات السياسه والحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وكل الكلام ده، يعني ان هو بتخش تقعد تقول لا ده صح وده غلط وده 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 وده, وده. وفر طاقتك. انت شايف يا باشا ان البلد دي بنت 60 في 70 متدمره يا عم، وشايفها وحشه ومش عارف ايه وبتاع، خليك انت الشخص الكويس اللي بيصلحها. يعني انت دلوقتي يا عم شايف ان انت شخص ابن لذيذ، مش شخص، انت شايف ان البلد دي بنت لذينه وصعبه وكارثه واقتصاد وظلم وبتاع، خليك انت الشخص اللي يصلحها. مفيش احسن من كده يا عم. اقول لك يعني انت دلوقتي شايف ان اقتصادنا واقع وما عندناش مشاكل في الدولار، عندنا مشاكل في الدولار ومش عارف ايه وبتاع، وعندنا ازمات وكل الكلام ده، خليك انت الشخص اللي هو ايلون ماسك او جيف بيزوس مثلا او ستيف جوبز او مارك زوكربيرج او ايا كان، اللي يعمل المشروع اللي يدخل البلد وفره من الدولارات عشان تحل مشكله البلد، وساعتها نقعد نعمل لك مثال ان شاء الله ونحطك فيه، ايوه يعني نرسمك فيه. لكن ما تبقاش تقعد تهاجم وخلاص، ما تبقاش شخص سلبي اللي هو تقعد تهاجم وترمي شماعتك كلها على كل حاجه الا انت. ترمي شماعتك على البلد والاقتصاد واصحابك والعيله والفقر والمنطقه اللي انت اتولدت فيها، لكن انت ما عندكش مشكله، انت تمام زي الفل. بس لو كل الحاجات دي اتظبطت، التعليم والصحه، انا هبقى مظبوط. انسى انسى وخد البنسى. يعني انت دلوقتي هنقول مثلا احسن دوله في العالم اليابان ولا فنلندا ولا ايا كان، انت لو كنت اتولدت هناك برضو بنفس شخصيتك دي هتبقى شخص عادي. مش عايز اقول فاشل، بس هتبقى شخص عادي، يعني اللي هو افريج، قلنا افريج كده عادي. ولو كنت مش عارف اتولدت فين كنت برضو هتبقى نفس المنتاليتي من وجهه نظري، في اختلاف بس حاجه واحده، البيئه اللي حواليك، اللي هي الانفايرمنت اللي حواليك. ان انت لما تكون اتولدت في ايا كان، اتحوطت بانفايرمنت معينه بتقول لك ان كل الحاجات دي وحشه، فانت بذات نفسك هتقول اه ده فعلا كل الحاجات وحشه. فانت دلوقتي اهو اتفرجت على الفيديو ده، اتمنى انت تكون مكمل لحد الاخر وعرفت ان مش كل الحاجات وحشه، لا ده في حاجات حلوه. اكسر اللوب دي بقى، اخرج بره الدايره دي واعمل انت دايره لوحدك تانية، دايره ايجابيه، وتقعد تلف فيها ان انت حاجه، لا الدنيا كويسه والخير كتير، بس احنا المفروض نشغل دماغنا شويه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا حبيت اعمل الفيديو ده، انا عارف ان هو طبعا مش بتاع الالجوريزم ومش بتاع الناس اللي هو لا احب اتفرج عليه وكل الكلام ده، عشان معتز انت بتقول كلام عادي، يعني فين الكلام اللي هو المفروض اللي هو السر وراء النجاح والسر وراء ايا كان. بس هو ما فيش سر يعني، وانا من وجهه نظري والله العظيم حاسس ان هو ما فيش سر غير الثمان حاجات دي، اللي هو انت حاجات عاديه. انا عارف ان هي بالنسبه لك حاجات عاديه، ما هو فعلا السوشيال ميديا مضره، انا عارف ان السوشيال ميديا مضره، بس لا بحبها خلاص. يعني لو بتحب حاجه بقى خلاص هتموتك او هتعيشك عادي. بس انا من وجهه نظري، دايما واحد صاحبي يقول لي كده، يقعد يشتكي ويعمل كل الكلام ده، واقول له طب يا ابني المفروض تعمل 1 2 3، يقول لي لما اعمل 1 2 3 هعمل ايه ومش عارف بتاع، وهو متضايق ان هو مثلا بيقبض 5000 جنيه ولا 3000 جنيه في الشهر. انت متضايق من حاجه زي كده، حاول تغير. ياما ناس كتير طلعت من مناطق شعبيه ومش عارف ايه وعملوا فلوس حلوه قوي ومرتب كويس، او عملوا شركه او ايا كان. فمش ما تعممش ان هو لا انا اتولدت، انا معتز خريج مدارس حكومه بقى، ابو الهول في الجيزه، ومش عارف في السعديه في الجيزه، والحمد لله لحد ما بين يعني الشباب اللي في سني الحمد لله يعتبر يعني حققت حاجات حلوه وناجح، يعني الحمد لله عايش مرتاح وكل الكلام ده. فعادي، وطلعت مدارس عاديه حكوميه، جامعه القاهره، تجاره، انتساب، يعني مش خريج اي وسي وكل الكلام ده، وقشطه. يعني مش بقول ان انا جامد، بس بقول فعلا ان هي فعلا الانفايرمنت، انا لو كنت حوطت نفسي بالناس اللي انا فضلت محوط نفسي بيهم كنت هبقى ولا حاجه، كنت هبقى عادي، كنت هبقى دلوقتي شغال كول سنتر، مش بعيد برضه على بتوع الكول سنتر، بس كنت هبقى شغال اي شغلانه وبقبض 5000 جنيه ولا 7000 جنيه، وعمال اشتكي من احوال البلد ومش عارف الاقتصاد بتاعنا ايه، ويخرب بيتك يا مش عارف مين، ويا لهوي النور بيقطع كل الكلام ده. كنت زمان هبقى كده. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا ما اعرفش اللحظه اللي جت، اللي هو لا انا مثلا لما اكون محتاج حاجه هعمل ايه، هعوز من اهلي. لما اكون مش عارف عايز اجيب تعبان، حد من عيلتي تعبان، هعمل ايه، اروح اشحت، هنزل بقى على الفيسبوك يا جماعه والنبي ومش عارف ايه وبتاع. لا انت لازم، دي حياتك، انت قائد سفينتك، ما تخليش
الحاجات اللي حواليك هي اللي تغرقك بقى، يعني ايا كان. مش عايز اطلع فيلسوف، بس انت فهمت وجهة نظري وفهمت وجهة نظر الفيديو. بس كده ان شاء الله اشوفك الفيديو اللي جاي.